بمناسبة مرور شهر على الغزو الآثم. ذيول العدوان كانت تعمل دون خجل ودون موازع أخلاقي، مسيرات تملأ الشوارع الأردنية وفي فلسطين واليمن والسودان وتونس والجزائر، تدعو الظالم أن يواصل ظلمه والباغي أن يواصل بغيه. كان العدو يفخر بانحرافه والمطبلون يفخرون بانجرافهم خلفه، والعالم يقف ضدهم كرجل واحد، وساحة الخليج تشهد نبضا صاخبا مليئا بالعطاء العظيم. كان أبناء المنطقة على مستوى المسؤولية تماما التفوا حول قياداتهم ملبين نداء الواجب والوطن، مسطرين أسطورة المجد والفداء، دفاعا عن سيادة الأرض والعرض. الإمارات قوية عزيزة، وعشت يا زايد الخير قائدا لنا. ويتواصل التعنت. تفشل مباحثات ديكويار طارق عزيز في عمان لأن بغداد تراوغ لكسب الوقت، ويعلن ديكويار للعالم أن الوضع متفجر لأن العراق لن يقدم أي تنازلات. صدام ديكتاتور، هكذا وصفته تاتشر، وقالت إنه يحتمي بالنساء ويجب محاكمته. يستقيل الشاذلي القليبي من منصبه بعد أن هوجم واتهم بأنه مقصر في عرض مواقف المؤيدين للعدوان. سيناريوهات الحرب بدأت في الظهور، وأولها يقول إن حاملات الطائرات وصواريخ توماهوك الموجهة إلى أهداف عراقية ستشترك في الحرب، وطائرات B-52 ستنطلق من